لو بتحبوا الكنافة بالقشطة تبقى الوصفة دي بتاعتكم. حرفيا مش هتاخد منكم 10 دقايق في التحضير، مش هتاخد منكم وقت خالص، تعملوا الشربات وتمشوا على الخطوات دي 10 دقايق هتكوني عاملة أحلى صينية كنافة بالقشطة. هجيب حلة واحط فيها المقدار بتاعي بتاع الشربات. انا ما بحبش الشربات يكون تقيل، فبحب شربات الكنافة يكون فاتح، فانا عملت كوبايتين سكر عليهم كوبايتين مية. هرفع الحلة واطلعها على النار واسيبها زي ما هي من غير اي تقليب. اول ما السكر عندي يدوب هديها عصرة ليمونة. اول ما عندي الشربات يبدأ يغلي هشغل الستوب واتش عندي على 7 دقايق بالظبط، واول ما يعدي 7 دقايق اقوم مطفيه على الشربات واسيبه يبرد. هبدأ بقى احضر القشطة بتاعتي او الكريمة الكدابة. هحط على في الحلة، يعني هحط 3 كوبايات حليب، عليهم 6 معالق نشا، لكل كوباية معلقتين نشا، وحسب برضو النشا عندك انت عارفة بيجمد ازاي. هدي تقليبه كده علشان بس النشا بيبقى متكتل تحت في الحله، وكل ده تقليب على البارد، وعليهم معلقتين سكر كويسين كبار، وارفعهم على النار. هجيب بقى الكنافه المتفرزنه نحطها في الفريزر مجمده كده، هبدا اكسرها عشان يبقى سهل التكسير بتاعها، فبندخلها شويه الفريزر، ما بنشتغلش بيها وهي طازه. ممكن تحطيها في محضرة الطعام او كده، تقدري تفرميها باي طريقة او تكسريها بايدك. انا عملتها بايدي. عليها كوباية سمنة او زبدة انتي مسيحاها، لازم تكون متسيحة زي المية كده سائل. هحطها على الكنافة وابدأ بقى زي ما احنا بنقول كده زي ما بنبس البسبوسة كده او الكنافة مثلا، يعني بتحطيها وتبداي تفركيها كده بايدك كويس عشان تتأكدي ان السمنة دخلت في كل حتة في الكنافة، لان هي دي سر من اسرار نجاح الكنافة عندك، لازم تكون متشبعة بالسمنة. نص كيلو كنافة عليهم عليهم كوباية سمنة. وحطيت عليها 3 معالق سكر بودرة، لو انت مش عايزاه ممكن يبقى معلقتين، بس لازم عشان اللون. صينية حلوة بقى كده هجيبها عندي مقاس 22 تقريبا على النص كيلو كنافة. هحط عليها تحت في الأرضية سمنة كويسة وتكون سمنة سايلة. ممكن تستخدميها تكون سمنة عادي اللي هي بتبقى مرملة من العلبة نفسها مرة واحدة، بس بتكون بدرجة حرارة الغرفة. وابدأ اخد الكنافة وابدأ زي ما اكون ببططها كده في أرضية الصينية، واضغط عليها كويس. هبدأ أعمل حروف للصينية علشان لما أحط القشطة في النص، القشطة ما تطلعش من الجوانب أو تطلع من جنب الكنافة، فالقشطة تبقى عندي محطوطة في النص وما تطلعش من الجوانب. هبدأ بقى أعمل الحروف كده من الجنب كويس قوي، كأني ببطن الصينية من الآخر وبعمل لها حرف. القشطه بتاعتي غليت بقى كويسه، طبعا انا بحب القشطه تكون سايله شويه، انت تقدري تخليها يعني جامده عن كده، تزودي مثلا معلقه نشا في الاول مع الخليط فبتبقى اجمد شويه. هصب بقى القشطه الكدابه بتاعتي او الكريمه زي ما انتوا بتسموها يعني، هحطها واصبها واسيبها شويه لغايه ما تبرد قبل ما احط الطبقه اللي على الوش. بردت بقى وهبدا احط عليها الطبقه بتاعتي الوش اللي فوقها بالراحة كده خالص، من غير ضغطة خفيفة خالص عشان تساوي الوش. بالراحة هبدأ أوزع الكنافة بتاعتي على الوش كده من فوق، وابدأ أضغط عليها بالراحة. طبعا لأن الكريمة عندنا بتكون طرية، فما ينفعش نضغط جامد عشان ما تطلعش الكريمة مننا. هدخلها بقى على فرن أنا مسخناه قبل ما أشتغل أصلا في الكنافة، هكون مشغلاه يعني مسخن مسبقا، واسيبها تقريبا لغاية ما الاقي الحروف فصلت من الصينية. معلش انا بعتذر، وانا بشيلها خبطت الشوكة فيها عشان ارفع الصينية فاتكسرت من الجنب. هجيب بقى الشربات بتاعي بعد ما بردته، لان شربات الكنافة بيتحط بارد. بردت الشربات كويس وبعد كده هبدأ اسقيها وتزينيها زي ما انت عايزة. انا كان عندي شوية فستق، زينتها بشوية فستق وحطيت شوية فستق في النص، بس الصراحة جيت اعمل شكل النجمة بالفستق بس ما ظبطش. انتوا بقى بدل ما تعملوها بالفستق، يا اما يكون فستق مفروم زي البودرة، او استبدلوا الفستق بجوز هند او اي حاجة عشان يديك الشكل اللي في النص اللي انت عايزة تعمليه. لو عجبتكم بقى ما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك للقناة.